السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جاي لكم النهارده في فيديو جديد. هنعمل روتين اخر يوم في رمضان بقى. بغلي نص كيلو لبن، تمام، ومعايا الترمس حطيته على النار، ومعايا بطاطسيه كبيره قطعتها عشان اعملها في الفطار. معايا بقى ايه، ربع كيلو سجق هقطعه ايه حلقات بس مش هسلقه. ومعايا بقى ايه مكرونه اقلام كده، تمام، هسلقها. اعمل طواجن صغيره كده من الاكله بتاعتنا النهارده. ومعايا دقيق معلقتين، ومعايا الصلصه. اتمنى كده تدعموني كده باللايك والاشتراك كده بالقناه. ومعايا ايه جبنه موزاريلا، وطبعا فلفل اسود وملح، تمام. هقطعه حلقات وارجع له. قطعت السجق خلاص كده حلقات، تمام. هحط شويه زيت في الطاسه وهنزل بالسجق بتاعي، زيت خفيف قوي. هنزل بشويه زيت كده في الطاسه، تمام. واللبن بتاعي غلي خلاص او الحليب. حطيت الزيت، هنزل بالسجق بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، تمام. هشوحه، مش هحط له اي توابل، هي التوابل منه فيه، لان انا هحط شويه فلفل اسود، عفوا هحط شويه فلفل اسود وملح. اتمنى كده لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي اضغطي على كلمه اشتراك وفعلي لي الجرس عشان يوصلك اي جديد. طبعا انا كنت جايبه ايه نص، عفوا كنت جايبه نص ايه سجق، قسمته على كيسين، قسمته ايه على كيسين. كيس عملته معاكم مع المكرونه، تمام. قبل كده عملته بالفلفل الالوان، وده هعمله طواجن كده حلو. طبعا هو متبل مفيهوش اي حاجه، بس انا المره اللي فاتت حطيت بقى عشان الفلفل الالوان. اتمنى كده تدعموني كده باللايك. عايزه كده القناه تكبر بيكي وليكي ان شاء الله. بسلق بقى الترمس خلاص بتاع العيد، كل سنه وانتم طيبين. خلاص بيتسلق. والسجق نقلته على عين تانية هشيله، تمام. والصوص بتاعه هنزل عليه بالصلصه، احط له فلفل اسود وملح وشويه من ميه سلق المكرونه. طبعا انا حطيت حله على النار فيها ملح، تمام، عشان اسلق حبه المكرونه دول ونعمل الطواجن الصغننه اللذيذه. وهنحمر البطاطس، تمام. طبعا الميه بتاعتي غليت، هاخد المكرونه انزلها في ميه السلق، تمام. ايه عندي ريم كده على الايه، على الترمس، عفوا بيشيله كده. شلت اللي هو ايه الريم عشان ما يعفنش الترمس، عفوا، تمام. سيبه بقى يكمل سواه. هاخد معلقه من معلقه الصلصه ديت، تمام يا جماعه. حطيت معلقتين الصلصه، هحط شويه الملح والفلفل الاسود. عايزه تحطي هريسه شطه زي ما انت عايزه. وهنحط ميه من ميه سلق المكرونه بتاعتنا لما تتسلق على الصوص بتاعنا الجميل ده. وهنعمل الصوص البشاميل برضو بكوبايه لبن ودقيق بس وحته زبده وشويه زيت، تمام. حضراتكم تاني هحط بقى ايه مكعبين الزبده، وهحط شويه زيت صغيرين كده، وهنزل بالمعلقتين دقيق وكوبايتين اللبن وفلفل اسود وملح وبس. كوبايه الحليب بردت، تمام. ومعايا كوبايتين الدقيق والمكعبين الزبده والمكرونه بتتسلق، اخد منها كوبايه على الصلصه طبعا، تمام. هنزل بالدقيق وهقلب كويس جدا عشان ايه ما يكلكعش مني.
طبعا لازم يكون ايه اللبن بارد. اتمنى كده لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي اضغطي على كلمه اشتراك وفعلي لي الجرس عشان يوصلك اي جديد انا بنزله في قناتي. ناخد الكوبايه اللبن. بسم الله. عايزه تزودي كوبايتين زي ما انت عايزه، بس انا مش هزودها ايه شرب. هنحط بردك ايه جبنه موزاريلا فيها في الصوص الابيض دوت. هنحط بقى ايه، هنحط فلفل اسود وملح. شويه فلفل اسود وملح. فلفل اسود وملح. هنحط جبنه موزاريلا. تمام. الترمس اللي انا جايباه ده ترمس ايه مستورد، اللي هو الترمس الحلو مش البلدي. كنت نقعته قبل كده من بالليل، وغيرت عليه كذا مره الميه برضو وايه وبسلقه. تمام. ومعايا المكرونه. احط بقى ايه كوبايه صغيره من الميه تسلق المكرونه على الصلصه ديت. الصلصه بصوص الايه السجق دوت. المكرونه بتاعتي بتتسلق. هاخد كوبايه، يعني نص كوبايه او كوبايه كده اهي. تمام. دي هصفيها وخلاص كده ايه الاكله بتاعتنا جاهزه. يا جماعه انا حطيت المكرونه عليها الصلصه خلاص والسجق، وهنزل بالصوص بتاعي الابيض عليها، ونحط عليه وهنحطها في الطواجن. وبعد كده هنعمل ايه، هنحط عليها جبنه موزاريلا. الخلطه بتاعتنا بتاعت الجبنه الموزاريلا عليها. طبعا احنا حطينا جبنه موزاريلا عشان تضمط. الطاجن دوت قلت كنت هعملها في الطاجن اللي هي الطواجن الفخار، بس قلت لا نعملها في الطاجن ده. تمام. المكونات في الطاجن هنحط عليها جبنه موزاريلا. طبعا هي هتطلع بتتمط عشان حطينا فيها جبنه موزاريلا كتير. تمام. هنحطها في الفرن وناكل احلى طاجن بالطريقه ديت. اتمنى كده الفيديو يعجبك. لو عجبك الفيديو دعميني كده باللايك والاشتراك. الطريقه دي حلوه قوي في الطاجن، جربوها تعجبكم قوي. هنحطها في الفرن وارجع لحضراتكم تاني. بحمر بقى البطاطس. معايا بقى شويه ملوخيه كده كان عندي، عملت حبه ملوخيه كده حلوين، والعدس وعفوا الترمس. غسلت البطرمان تمام بتاع الترمس عشان هعمل فيه ترمس، احط فيه ترمس عفوا. وهرجع لحضراتكم تاني بعد الفطار ان شاء الله. عملت المواعين وعملت البوتاجاز خلاص، ودي ميه دافيه. تمام. بتاع 4 كوبايات ميه دافيه. تمام. والترمس شطفته بعد ما ايه غليته بقى سلقته. هحطه في البطرمان دوت. تمام. نور. وحطيت شاي ونعناع. تمام. وهنحط السكر، وطبعا مستنيين الميه تبرد عشان نحطها ميه بملح على ايه، على الترمس بتاعنا. طبعا ايه بنحط على كل كوبايه ميه معلقه ملح. احنا هنحط 4 معالق ملح. بسم الله. اتمنى كده تدعميني كده في القناه. كوبايه الشاي بالنعناع من ما ايه شربت الشاي. وايه معايا بقى الترمس نص كيلو، وهحط 4 معالق من الملح وعليهم ميه. تمام. نحط معلقه
وهنحط المعلقه التانية عفوا. حضراتكم كده حطيت الملح كله تمام. ونحط على الترمس كل كوبايه ميه دافيه بتحط عليها ايه كوبايه ملح، ابتدى عفوا معلقه ملح اهو. لما تعوزي منه تاخدي منه الايه بمعلقه طبعا ايه معلقه نظيفه. اتمنى كده تدعميني كده باللايك، عايزاك كده القناه تكبر. ايه كده عشان هي تاخد الملح فيه. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى كده يعجبكم. لو عجبك الفيديو دعميني كده باللايك والاشتراك بالقناه، والسلام عليكم ورحمه الله. حطيت بقى عملت الترمس اهو، وده كان الفيديو بتاعي النهارده كله، اتمنى كده يعجبكم. لو عجبك الفيديو دعميني كده باللايك، وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله.